انا لسه صاحيه حالا على القلبان اللي حاصل ده، ومحتاجه اتكلم شويه عشان عندي كام نقطه عايزه اتكلم فيها. والاصل، هل احنا فعلا دلوقتي بنحاول ان احنا نكون قدوه لبعض كلنا، وان احنا نحسن من نفسنا دينيا عشان نكون اشخاص كويسه؟ ولا دلوقتي بقت السوشيال ميديا بالنسبه للبنات وضع زي اللي احنا شايفينه؟ يعني من فتره كنت قاعده مع شخصيه قريبتي، يعني تمام، في تجمع عائلي كده. فالشخص ده، بص ما شاء الله عليه، شخص ناجح جدا 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 في حياته العملية، شخص ناجح جدا ما شاء الله عليه، يعني ربنا يكرمه في حياته ويديله على قد تعبه. المهم انه الشخص ده اداني فكرة تحفة، فكرة اشتغل عليها، يعني لان انا بقدم محتوى على السوشيال ميديا. فاداني فكرة تجنن يا بنات، اللي هو انا لو قدمتها، والفكرة انه سبحان الله، عارفين لما يجيلكوا فكرة على طبق من ذهب انتوا تعرفوا تقدموها مع كل امكانياتها؟ آه يعني تعرفوا تعملوها بكرة الصبح. يعني انا لو عايزة اعملها هعرف اعملها بكرة الصبح. وفي نفس القعدة اللي اقنعني فيها ان انا اقوم واعمل الفكرة دي، والفكرة دي هتجيب الفلوس كتير، والفكرة دي هتشهرني جدا، يعني تحفة زي ما قلت. في نفس القعدة دي قررت، بعد ما قررت ان هو الله هعملها، قررت له لا، انا استحالة اعمل الفكرة دي، لان جاب بالي حاجة وقتها. هل يعني كنا بنتكلم بعدها على طول سبحان الله عن الموت والحاجات كده صعبة جدا الواحد يفكر فيها. ف... فجاب بالي حاجة وقتها، اللي هو انا لما اموت، كلنا هنموت، ممكن اموت دلوقتي وربنا هيسألني على اللي انا عملته ده، فات بيه حد، فلوسه كانت حلال، انا مقتنعة بيه. ده انا على قد ما بقدر بحاول اللي هو المحتوى بتاعي يكون فعلا مفيد للبنات، وطول الوقت عمالة يعني براقب اللي انا بقدمه، وخايفة برضه بالكم بكون بقدم حاجة بس عشان تجيب مشاهدات او عشان تجيب فلوس. دي مش نقطتنا، ولا عشان طلع قلنا شيخة فاضلة، يعني عشان مش عارفة ايه، كلنا بنهبل عادي اوقات. بس انا بتكلم في نقطة ان هو انه يكون الاصل في مرجعنا احنا في اللي احنا بنعمله، اننا نكون فعلا بنراقب اللي احنا بنعمله، وان احنا نكون موجودين هنا. طالما موجودين هنا يبقى احنا بنقدم حاجة صح. انا بشوف ان احنا فعلا طول الوقت محتاجين ان احنا يكون عندنا قدوة حسنة شايفينها في لف الطرحة. فواحدة بطلت تحط ميك اب وبتهتم ببشرتها بشكل معين عشان احنا مبهدلين بشرتنا. فكل واحدة من حقها تكون مبسوطة بشكلها، فانها تكون مثلا بتهتم بسكين كير بتاع وشها علشان تبقى بأحسن شكل. احنا محتاجين نشوف ده طول الوقت، محتاجين نشوف واحدة مسلمة لابسة كويس بتخرج وبتتفسح وبتعمل علشان نقتدي بيها. فمثلا هي خرجت في مكان، بس انا هنا بتكلم عشان بس الموضوع ما يسحش مننا قوي، فنحس ان هو مبرر لنفسنا ان احنا نعمل حاجة مش صح. ان مثلا اشوف بنت لابسة كويس جدا، يعني مسلمة حق، لابسة حجابها صحي جدا، وبتخرج في مكان مفهوش مثلا اختلاط او كذا، فدي فعلا اللي اقتدي بيها، فاهمين؟ بتنبسط، بتروح مثلا تلعب في مكان للبنات بس، فدي فعلا اللي اقتدي بيها عشان اعيش حياتي. عشان مش عارفة الرجالة كده، او الرجالة اللي في الدين، يعني بعضهم اكيد مش كلهم، بيحسونا كده اللي هو احنا البسي حجابك صح بس، اقعدي في البيت بس، ما تعمليش اي حاجة تانية، مش المفروض تعيشي. ده انا مش بشوفه من الدين اصلا، وربنا ما خلاناش بس عشان نعمل كل حاجة صح 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 وما نعيش. ربنا خلقنا عشان نعيش. فاللي هو ليه ما يكونش احنا وجودنا على السوشيال ميديا اذا بنات فعلا يكون ليه كامل خصوصية، زي ما كل الرجالة على السوشيال ميديا ليهم كامل خصوصية، ويكون خطاب الديني برضو موجه للرجالة مش بس للبنات. وفي نفس الوقت لما يكون موجه للبنات يكون بشوية عقل ومنطق، ان البنات برضو من حقها تعيش، من حقها تعمل اللي هي عايزاه، طالما ما خرجش عن سياق الدين، وطالما هي فعلا بتحاول تتحرى كل حاجة صح، زي ما الرجالة بيحاولوا يتحروا ان هما اللي بيقدموه صح برضو. ولا لازم الرجالة ماشي يعملوا صح وغلط، بس البنات لازم طالما طلعتي يبقى لازم تعملي كل حاجة صح قوي. انا مش عايزة اطول اكتر من كده. طبعا انا مشوفتش كل كومنتات البنات اللي عملوا فيديو زاد عن الموضوع ده، بالذات نضال. انا اصلا عامله البلوك ايه لنضال من زمان جدا، لاسباب شخصيه يعني عندي. بس انا طالعه اوجه رساله خصوصا للبنات، انه طالما احنا على السوشيال ميديا فعلا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نكون قدوه حسنه لبعض. نحاول على قد ما نقدر، يمكن الهوجه اللي حصلت دي تخلي كل واحده مننا بتقدم محتوى اون سوشيال ميديا انها تكون طب المحتوى ده فعلا هيفيد؟ الفلوج اللي انا بصوره ده قصده بيه ايه؟ الرساله اللي انا عايزه اعملها في الفيديو دي قصدي بيها ايه؟
ده الصح، ده اللي احنا هنتسأل عليه على فكرة.